السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع الكيش اللي تجي بنينة كي العسل. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا في الريسيبي عندي 125 غرام مارغرين مع 250 غرام فرينة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة حلويات، نبسسها مليح، بعد نجمعها بحبة بيض وزوج ملاعق كبار تاع ما. هنا نغلفها مليح ونحطها في الثلاجة تريح نص ساعة ونجوزو نوجدو مع بعض لافاغس. في مقلاة شوية تاع زيت، عندي حبة بصل مقطعة، عندي نصف صدر دجاج قطعته بهذا الشكل، نضيف عليه الملح، عندي زوج فصوص ثوم مرابيين، نزيد فلفل أبيض أو أسود، ملعقة زنجبيل وتوابل الشاورما، ونقص عليهم الفرن نخليهم يطيبوا. هنايا بعد ما ريحت لي العجينة نحلها بهالطريقة ونزيد نثقبها ونرجعها تريح في الثلاجة. هنا بعد نوجد لي الدجاجة راح نحطو فيه في نفس المقلاة، عندي شوية تاع زبدة، حبة بصل وملعقة صغيرة سكر، ونكراميليزي هذيك البصلة. هنا في ريسيبي نحط الدجاج مع هذاك البصل مكراميليزي، نزيد حبيبة فرماج، حبيبة بيض، فلفل أسود، شوية ملح، ونصف كاس كريمة سائلة. هنا نحطها فوق لاباط ديالي، نرابي عليها فخوماج شيدر وندخلها طيب. هنا بعد ما وجدت لي لاكيش ديالي راح نوريها لكم من الداخل. شوفوا جات ما شاء الله بنينة عسل. جربوها وراح تنصدمون من النتيجة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة بحول الله.